السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليق صادم من نجيب ساويرس بعد ما اقترح ترامب بشأن بتهجير الفلسطينيين مقابل إسقاط الديون عن مصر. رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعون عبر منصة إكس، طرح مواقف مصر على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين مقابل إسقاط الديون. وقال صاحبة الحساب هذه فرصة للحكومة المصرية يجب استغلها مقابل إسقاط الديون. وعلم مصر قد قدرت على استقبال 2 مليون وأكثر. ورد نجيب ساويرس عليهم كاتب وتنتهي قضية فلسطين وحكمها في دولتهم. ده كلام. وأكد نجيب ساويرس في تغادير أخرى رافضا مقترح ترامب إذا كتب عبر حساب لا بدء من وضع خطط للتعامل معه. وتابعت اعترافنا على خط الظلم. وأعلن الرئيس الأمريكي قبل أيام عن مقترح يقضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفض الدولتين. ما تنسوش تشتركوا بالمتابعين الكرام حتى تصلكم أخبارنا العاجلة واليومية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.